السلام عليكم، تحية طيبة لجميع المتتبعين ديالنا. اليوم غادي نهضروا على واحد مجموعة من المفاهيم والأرقام والإشكالات اللي عرفتها عملية ديال تمليك الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري. والرغبة ديالنا في سرد هذه المعطيات جات نتيجة شح المعلومات، لكون بزاف ديال الناس ما عارفينش معلومات كثيرة على هاد العملية ديال تمليك هاد الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري. أول حاجة غادي نناقشوها هو علاش بدات عملية تمليك الأراضي الواقعة بدوائر الري في 1969 مع ظهير 25 يوليوز 1969، وبقات حتى لهاد المدة ما تماتش العملية ديال التمليك كما يجب. أول إكراه عرفته الدولة في تطبيق عملية ديال التمليك هو أنها اكتشفت أن جل الأراضي السلالية الواقعة بدوائر الري هي عبارة عن تحديدات إدارية أو مطالب تحفيظ، أو أنها عقارات غير محفظة، وبالتالي كان عليها لزاما أن تسلك مسطرات ديال إيداع مطالب ديال التحفيظ والمصادقة على التحديدات الإدارية غير المصادقة عليها، وهذا ساهم في تأخير هذه العملية شيئا ما. كما أن الإشكال الثاني هو أن ظهير ديال 1969 ما رفقاتوش واحد طفرات شريعية أو دوريات تشرح عملية اللجنة، كيفاش غتخدم هاد اللجنة وكيفاش غتدبر النزاعات ديالها، وشكون غادي يقرر وشكون ما غاديش يقرر. من ضمن الإشكالات أيضا أن أغلب الجماعات السلالية ما كانش عندها لوائح ديال ذوي الحقوق، وبالتالي كان خاص نواب الجماعات السلالية يشرعوا في عملية ديال إعداد اللوائح ويبداو هاد العملية وينتظروا أجل ديال الطاعون إلى غير ذلك. كما أن أهم إشكال كان ساهم في تعطر عملية التمليك آنذاك هو أن هذه العملية لم تكن مجانية، وبالتالي راه كان لزاما أن الدولة تخلص أو لا المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي تخلص الواجبات ديال المحافظة العقارية من أجل تأسيس رسوم عقارية مستقلة لذوي حقوق الجماعات السلالية، وهذا الأمر زاد عطر هذه العملية أيضا. كما أن من ضمن الإشكالات الكبرى التي عرفتها اللجنة في تطبيق عملية التمليك أن بعض ذوي حقوق الجماعات السلالية برموا مجموعة من التصرفات في الأراضي ديالهم، إما عن طريق مبادلات أو تنازلات لفائدة الأغيار أو لفائدة ذوي حقوق الجماعة السلالية أنفسهم. وهذه الإشكالات ما كانش القانون ديال ظهير 1969 عطى فيها حلول جذرية ممكن أن اللجنة تعتمدها باش تفك هاد المشاكل. غادي ننتقلوا الآن للحديث على دوائر الري. كلشي كيسمع دوائر الري، دوائر السقي، ولكن ما عارفينش شنو هي هاد دوائر الري. دوائر الري الكبرى في المغرب هي دائرة الغرب، لوكوس، تادلة، الحوز، سوس ماسة، وملوية، ورزازات، وتوفيلات. كاين اللي كيسول واش فعلا هاد الأراضي هي وصلها السقي. بطبيعة الحال ماشي كلها، كاين أراضي اللي هي مازال بورية ولكن هي في الخريطة ديال الري، لأن المغرب كان وضع واحد مجموعة من الخرائط وكان من المنتظر أنه يوصل السقي لهذه الأراضي كاملة، لكن نظرا للمجموعة من الإكراهات المالية والتقنية فراد العملية تعطرات وما وصلش الماء لهذه المناطق، وبالتالي بقات هذه المناطق خاضعة فقط على الورق دون أن يصلها الري. والشرارة الكبرى لانطلاق عملية التمليك راه بدات مع الرسالة المولوية الملكية لصاحب الجلالة نصره الله لمؤتمر الصخيرات، اللي وصى فيها بضرورة
تمليك الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو جزءا في دوائر الري لفائدة ذوي حقوق الجماعات السلالية. هاد العملية اللي واكبتها واحد الطفرة تشريعية بدات بصدور مرسوم ديال الإعفاء من واجبات المحافظة العقارية في 2016، ثم تعديلات جذرية في القوانين المنظمة للأراضي السلالية اللي بدات مع قانون 62/17 63/17 و 64/17. وصدر آنذاك مجموعة من الدوريات للسيد وزير الداخلية من أجل تنظيم هذه العملية وتأسيس لجان إقليمية ولجنة وطنية تدبر هذه العملية، وكيفاش غتتم هذه العملية، وكيفاش غيخدموا هذه اللجان، وكيفاش غيعقدوا الدورات ديالهم، ومن يقرر ومن كاتب الجلسة، إلى غير ذلك من الأمور اللي ساهمت في تنظيم أو أجرأت عملية تمليك الأراضي السلالية الواقعة بدوائر الري. كنتمنى أنني نكون وصلت لكم مجموعة من المعلومات المفيدة. كنتمنى أنكم تشاركوا معنا في القناة. راه هذه بداية فقط. هناك مجموعة من المعلومات التي سوف نوافيكم فيها في حينه عبر مجموعة من الحلقات المتسلسلة بخصوص هذه العملية ديال التمليك سواء دوائر الري أو دوائر أو خارج دوائر الري. كنتمنى أنكم تشاركوا معنا في القناة وما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم باش على الأقل نعرفوا أننا تنقدموا شي حاجة مفيدة.